السلام عليكم. تبارك الله على جميع الإخوان، جميع المواليع ديالنا العزاز علينا. ايوا الإخوة، اليوم بغينا ندير واحد التجربة على خل التفاح. حيت فين كنكون نهضر مع الإخوان كلش كيقول لي، كنقول له شحال كدير القياس ديال خل التفاح، كاين اللي كيقول لي 15، كاين اللي كيقول لي 20، كاين اللي يقول لي 10 مينين، كل واش كيقول. وكيف كتعرفوا خل التفاح راه عندو منافع، ولكن إلا زدنا منو بزاف راه كيولي عندو أضرار كبيرة. هادشي علاش الإخوة اليوم خديت واحد التيستو ديال PH وبغينا نشوفو نسبة الحموضة، وهادشي غادي نديروه ان شاء الله بالتدريج. هاد الكاس هذا فيه الماء ديال الخابية هذا، ودرنا فيها واحد النسبة ديال خل التفاح، وهاد القاعة هادي فيها الماء ديال الروبيني. هادشي اللي غادي نحتاجو في هاد التيست هذا. دابا غادي ناخدو هاد التيستو هذا وغادي نتيستيو خل هاد الماء ديال الخابية، وغادي نشوفو شحال النسبة ديالو، شحال فيه ديال الحموضة. احنا دابا غادي ناخدو 5 مليم ديال الماء، وغادي نحطو فيها واحد 4 ديال النقاط ديال هاد المحلول هذا ديال PH باش نعرفو النسبة ديال الحموضة. هنا ها هو المحلول، ها هو دابا غنحصلو عليه دابا. دابا غادي ناخدو هاد النوتيس ديالو ونشوفو اش عطانا الماء ديال الخابية. على العلم هاد الماء ديال الخابية كل لتر دونا فيه غير مليم واحد. فين درنا هاد التجربة هادي درنا مليم واحد. هالو اللي حصلنا عليه هو هذا، وهذا كيطابق بأن الماء خدا ولا الماء محايد. شتيه هما 7، عطانا 7، وكل لتر درنا فيه مليم صافي واحد. حنا دابا غادي ناخدو الماء ديال الروبيري، ناخدو دابا الماء ديال الروبيني وغنديرو فيه 15 مليم ديال 15 مليم ديال خل التفاح. انا غادي ناخدو 15 مليم. وحنا دابا هنا درنا 15 مليم ديال خل التفاح في ليطر. حنا غادي نشوفو النتيجة ديالو. ها هي نسبة الحموضة الإخوان، فين ولات 3 نسبة الحموضة. هذا كيدل بأن نسبة 15 مليم حمضت لينا الماء ديال الحمام اللي غادي نعطيو للحمام، وما بقاش هاد الماء صالح لشرب الحمام. هاد الماء غادي يسكن فيه الحميمات هذا. ولهذا استخلصت من هاد التجربة هو أن أحسن نسبة
إلا بغيتي تعطيها هذا ديال خل التفاح هي ما بين ميليم وجوج ميليم. إلا بغيتي تلعب على الماء ما بين 7 و6 ونص. بغيتي ترجعو حامضي إلى نسبة 5% ولا 4.5%، ما عليك غير دير 6 ديال الميليم. وبهذا كنساليو التجربة ديالنا، وكنشكر جميع الإخوان ديالنا على حسن التتبع.